نصيحتي للصياد اول ما يخش المركب، خش على طول على السرير بتاعك وظبط سريرك كويس جدا، ولو معاك ملايه افرش الملايه بتاعتك عليه حتى لو ملايه المركب نظيفه، وحط مخده تكون بترتاح عليها، واختار تهويه مناسبه عشان تنام وانت مرتاح، واختار تدفئه مناسبه لو انت شايف ان انت في ايام برد. ده هيفرق معاك كصياد في ايه؟ هيفرق معاك ان الساعه الواحده نوم هتكفيك جامد جدا، عشان كتير جدا من الصيادين بيقولوا احنا تعبانين، او لو انت بردان مش هتنام كويس، او لو رقبتك مش مرتاحه على مخده انت جايبها مش هترتاح كويس. النصيحه الثانيه، اطلع افرد عدتك بشكل سريع. عايزك بقى تفرد عدتك. واحد، تفرد عود الجر وتركب عليه الرابيلا المناسبه بتاعته، واطلع للريس واساله هيمشي على سرعه كام، والاسماك المستهدفه ايه، والرابيلا انسب ولا البورد، ونفذ اللي الريس هيقول لك عليه. بعد كده طلع عود التسقيط وركب الوش بتاعك، وركب العود التسقيط، كمان ركب عود الجيج واختار جيجايه مناسبه. اوعى تقول هركب جيج لما نقف نجيج، اوعى تعمل كده هتكسل. انا عايز عود الجيج يبقى جاهز معاك لاي دقيقه. وبعد كده طلع طقم اللينس وجهز لي لنسه بواير متر عشان لو اي سمكه طلعت صاحيه نشكها وننزل بيها على طول. وبعد كده جهز لي لنسه تانيه عشان رابيله الكاليماري، علشان اول ما يظهر الكاليماري ترمي عليه على طول. وبعد كده جهز لي لنسه 120 برصاص تقيل وسن كبير عشان نرميها على جنب المركب بسمكه صاحيه. كل الحاجات دي لازم تجهزها في اول الرحله عشان ما تكسلش. بعد ما تظبط عدتك اوعى تخش تنام قبل ما تنزل الجر بنفسك، اوعى تعتمد على حد ينزل لك الجر. وخلي بالك الجر حاجه مهمه جدا في الرحله وبتفرق في رحلتك جامد جدا، فانت تخش تنام وتقول لهم نزلوا الجر يا جماعه، اوعى تعمل كده. نزل الجر بنفسك واشرف على اطواله واطمن عليه. وبعد كده اطلع للريس، لو لقيت لسه قدامه وقت ساعتين او 3 هتبدا تخش تنام، مع توصيه مهمه جدا لصاحبك اللي على المركب او لحد من البحريه انه لازم يصحيك قبل المركب ما تقف بنص ساعه. هم كده جم صحوك قبل المركب ما تقف بنص ساعه. عايزك بقى اوعى تغلط الغلطه دي وتروح جري تنزل الخيط بتاعك وتشوف الناس هي بتعمل ايه. مش عايزك تعمل كده. انا ليه مديك نص ساعه؟ عشان عايزك تصحى وتفوق وتتوضى وتطلع تصلي فوق لو كانت الصلاه فاتتك، وتاخد تستنشق هواء نظيف، وكمان تعمل بعض تمارين الاطاله اللي هنبدا بيها. راجع حلقه المديتيشن اللي احنا عاملينها، وكمان تجهز نفسك وتشم هواء نظيف. انا عاوزك تنزل فايق. اول ما تنزل كده خلاص فاضل لك حوالي ربع ساعه والمركب تقف، عاوزك تطلع الطبق بتاعك وتطلع المقص بتاعك وتبدا تجهز لنفسك طبق طعم خاص بيك. وما تنساش فيه السردين، خد سردين بكميه مناسبه، وكمان حط الكاليماري بالتقطيعات اللي انت عايزها، يعني المقص معاك هتقطع زي ما انت عايز، وكمان هتاخد الماكريل. مش عايزك تاخد اي طعم وخلاص، عايزك تجهز طبق طعم مناسب جدا. واحنا كمان مجهزين عدتنا عشان اول كلمه هنسمعها على الله على الله.